ممكن بعد إذنك لما تبقى قاعد مع حد أشطر منك في مجال معين ومحقق فيه نتائج كبيرة ونجاحات كتيرة وانت اللي طلبت نصيحته، ممكن بالله عليك أما يقولك على حاجة تسمع كلامه وتنفذ وانت ساكت من غير ما تقول رأيك ولا تتناقش ولا تجادل ولا تتقمص ولا تدافع عن نفسك. أرجوك لو هتسأل حد عن حاجة تخص تخصصه ما تقولش بس أنا رأيي كذا. طالما عندك رأي يا ابن الناس ومقتنع بيه ما تصدعناش. ما تجيش تطلب النصيحة وتضيع وقتك ووقتنا. يا تسمع وتنفذ من سكات وتشوف النتيجة، يا إما تروح انت تخترع اختراعاتك وتفرج على فشلك اللي هيحصل بسبب جهلك ومكابرتك. توجعش دماغنا بقى. هذه رسالة موجهة. ما هو لازم يعرف ان ليها راجل ممكن يبهدله، ولازم يعرف ان عندها كرامة وليها حقوق، ولازم هو واهله يعرفوا ان مش كل حاجة ينفع نفوتها علشان يفهم انه لو عك بعد كده هيتفرم. بلاش مسكنات تدخلنا مرحلة الجواز اللي بعدها بوقت قصير هتودينا لمنطقة الطلاق والمشاكل. أرجوكي ما تستريش بنتك وخلاص، علشان والله الجوازة ممكن تقلب بعد كده جنازة. معنى ان بنتك تتستر انها تعيش مع بني آدم يحترمها ويقدرها، مش انك تمشيها وخلاص. افهم من الناس القديمة ازاي تعامل الناس اللي عايشين معاك علشان ما تتعبش. بطل تستخسر في نفسك قيمتها، بطل تاخد من قيمتك وتقللها، بطل تحسس اللي قدامك انك قليل وما تستاهلش. ادي كل الحاجات قلتها لك، وكل ده تحت مسمى الكرم وتفضيل الغير عن نفسي. وتيجي في الاخر وتقول الناس وحشة ليه والناس مستخسرة فيا الحاجة الحلوة ليه. انت اللي اديتهم الانطباع ده، وصلت لهم انك بتضحي علشانهم، هم ياخدوا ويتبسطوا مش مهم انت. وكمان مصدر لهم الابتسامة ان مفيش حاجة واني ما بعملش حاجة زيادة وان ده الطبيعي وان لازم اعمل كده معاكم علشان انتوا تستاهلوا، لغاية ما هم نفسهم اقتنعوا ان ده الطبيعي وابتدوا يطلبوا الازيد لانهم اقتنعوا بحاجتين. الاولى، بما انك مستخسر في نفسك وبتديهم يبقى انت ما تستاهلش اصلا، انت اللي صدرت لهم كده. وتاني حاجة، انهم اتعودوا انهم ياخدوا بس، فلما تيجي لحظة الديني اللي انت عايزها مش هيدوك لانهم ما تعودوش على كده. تقوم انت بقى تتصدم وتبهدل اهالينا معاك من كتر شكوتك ان الناس وحشة وبياخدوا بس وما بيدوش وي 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 وي. والحقيقة ان انت اللي استخسرت في نفسك، لا، واكدت المعلومة دي بتصرفاتك. نفوق بقى شوية ونبطل هبل ونسأل اللي قبلنا علشان نفهم هنعمل ايه في الحياة بدل التلطيش اللي حاصل لك ده واللي انت عايش فيه. افهم من الناس القديمة ازاي تعامل الناس اللي عايشين معاك علشان ما تتعبش. هذه رسالة موجهة. عزيزي الشاكي الباكي المعترض، تعرف لو جبنا صندوق وجمعنا فيه مصايب ومشاكل الدنيا كلها وقلت لك اختار المصيبة أو المشكلة اللي تريحك وتناسبك، أكيد هتختار مصيبتك اللي انت معترض عليها حاليا، وهتقول الحمد لله عليها لأن هي دي المصيبة اللي أقدر أستحملها. وهتعرف إنك كنت غلطان لما اعترضت عليها أو قلت إنك تعبان منها ومش قابلها. ربنا يحفظك ويبعد عنك كل شر. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قول أمين. بس خليك متأكد إنك أنت مؤشر لحياتهم اللي بيعرفهم إنهم فاشلين. أنت بوصلتهم للنجاح وبيحاولوا يقلدوك. أنت المعلم وهم التلاميذ اللي قاعدين في آخر الفصل، لا هم فاهمين ولا عارفين ولا غرورهم يسمح لهم يتعلموا، بس علشان أنت كريم سيبهم يتعلموا وعامل نفسك مش واخد بالك. هو الكبير كده، هنعمل إيه؟ أنت بوصلتهم للنجاح وبيحاولوا يقلدوك. أنت المعلم وهم التلاميذ اللي قاعدين في آخر الفصل، لا هم فاهمين ولا عارفين ولا غرورهم يسمح لهم يتعلموا. أكبر وسام ممكن تحطه على صدرك هو وسام المشاهدين في صمت. ما تعرفش هو بيحبك ولا بيكرهك، فرحان لك ولا مقهور منك، لا قادر يحط لايك ولا يبارك ولا كومنت مع انه متابع جيد جدا ليك، وكمان بيحاول يقلدك على قد ما يقدر، نفسه يمشي خطواتك بس مش عارف. مش علشان فاشل، علشان الوقت اللي انت بتضيعه في تطوير نفسك هو بيضيعه في متابعتك في صمت وبيغل عليك. ده كمان عارف كل حاجة عنك
ولما تقول له عرفت أو شفت كذا أنا عملته، يقول لك لا والله أصلي مشغول أو مسحول أو معلول أو دلدول. بس خليك متأكد إنك أنت مؤشر لحياتهم اللي بيعرفهم إنهم فاشلين. أنت بوصلتهم للنجاح وبيحاولوا يقلدوك. أنت المعلم وهم التلاميذ اللي قاعدين في آخر الفصل، لا هم فاهمين ولا عارفين ولا غرورهم يسمح لهم يتعلموا. بس علشان أنت كريم سيبهم يتعلموا وعامل نفسك مش واخد بالك. هو الكبير كده، هنعمل ايه؟ هذه رسالة موجهة. بطل شكوى وحيرة وافهم أهم 4 حاجات لازم تعملهم هيريحوك ويريحوا عقلك ونفسيتك وجسمك وحالتك المادية. اتعب شوية وشوف النتيجة. وجه تعبك في المكان الصح. عبادة، شغل للمعيشة، صحة كويسة، هواية تتحول لمصدر دخل. والله سهلة بس محتاجة فهم وتأني. معنى إن بنتك تتستر إنها تعيش مع بني آدم يحترمها ويقدرها، مش إنك تمشيها وخلاص. ما تستريش بنتك. ما تستريش بنتك على حساب حياتها وسعادتها. يعني لما بنتك تقعد تشتكي من خطيبها وتقولك على تصرفاته السخيفة معاها وقلة ذوقه هو وأهله، بلاش كلمة معلش يا ماما بكرة يتغير وأمه هتحبك لما تجيبلها النونة. لما تيجي تقولك ما بيهتمش بيا ومش فاكرني خالص، بلاش كلمة ما تعرفيش ظروفه ايه. لما تيجي تقولك أهني أو شتمني أو حتى ضربني، ما تقوليش معلش مش هيعمل كده تاني، أو معلش يا ماما بكرة تتعودوا على بعض وتفتكروا الأيام دي وتضحكوا. هتتعود عليه على الإهانة والضرب؟ غلط يا ست الكل، والله غلط. والأنيل من كده إنك تقولي لها اوعي تجيبي سيرة لأبوكي لا الجوازة تبوظ. ما تبوظ. ما هو لازم يعرف إن ليها راجل ممكن يبهدله، ولازم يعرف إن عندها كرامة وليها حقوق، ولازم هو وأهله يعرفوا إن مش كل حاجة ينفع نفوتها، علشان يفهم إنه لو عك بعد كده هيتفرم. بلاش مسكنات تدخلنا مرحلة الجواز اللي بعدها بوقت قصير هتودينا لمنطقة الطلاق والمشاكل. أرجوكي ما تستريش بنتك وخلاص، علشان والله الجوازة ممكن تقلب بعد كده جنازة. معنى إن بنتك تتستر إنها تعيش مع بني آدم يحترمها ويقدرها، مش إنك تمشيها وخلاص. هذه رسالة موجهة. ما تكركبش حياتك بناس متكومة عليك وحواليك علشان تضايقك. ما تعيش في زنقة مع مواقف وقصص خايبة المفروض إنك تمسحها من حياتك. يلا روق حياتك وهات الكيس الأسود إياه ولملم اللي ملوش لازمة وارميه في الزبالة، وفضي الحياة وخد نفس.